من اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا. كلم موسى في الرجا كلاما بلطف ثم ألهمه الخطابا. ورد يوسف من بعد بعد وقد انتحب أبوه انتحابا. واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا. أيها الجمع الطيب الكريم، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تنتقل موجاتنا العاملة إلى موجات السماوات العلى على شاشة المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. ما أحلى كلام ينطقه اللسان وأحلى عظيم تسمعه الآذان، ألا وهو القرآن الكريم. هو دستور الأمة جمعا الذي أنزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رجب، وهو من الشهور الحرم التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم. جئنا جميعا مشاركة للأسرة الكريمة والراحل الكريم في ليلة تكريم المرحوم الحاج عبد النور عبد الله الأشقر، وباسم الشيخ عبد النور عبد الله الأشقر والكابتن سعيد عبد النور عبد الله الأشقر والأستاذ محمد عبد النور عبد الله الأشقر، وباسم المرحوم الحاج عبد السميع عبد الله الأشقر عمدة السطوحية سابقا، وباسم الحاج مدحت عبد السميع عبد الله الأشقر، وباسم الحاج فتحي عبد الله الأشقر، وباسم الأستاذ عبد النبي أبو حسونة والأستاذ السيد معبد أحمد، جميعا يتقدمون بالشكر لكل من جاء ليقدم واجب العزاء. كما أشكر أصحاب الواجب في كل مكان، العمدة الحاج عاطف سيف اليزل عمدة السطوحية، والكابتن رأفت الشيخ السيد أبو عوض، والأستاذ إبراهيم أبو وردة شحاتة، والحاج محمد أبو غريب، والكابتن أحمد الشحات، والحاج محمد أبو صقر، أصحاب الواجب في كل مكان. نشكر الجميع الذين جاءوا يقدموا الواجب لأهل الواجب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بموت الأب له عظمة عند ربنا سبحانه وتعالى. بموت الأب ينقفل أبساط الجنة، أوسط أبواب الجنة. إذا مات أبو ابن آدم ينقفل وينغلق أوسط أبواب الجنة.
فلذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأله أحد الصالحين: ما حق الناس بحسن صحابتك؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبيك. فإن منزلة الأب والأم منزلة عظيمة لا يعرف قدرها إلا ربي سبحانه وتعالى. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة علم من أعلام رياض القرآن الكريم وفخر المحافظة الشرقية، وهو ابن من أبناء هذه البلدة الطيبة أهلها السطوحية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ هيثم الهامي. الله أسأل أن ينزل عليه فتوحات القرآن الكريم. كما أشكر صاحب الواجب المهندس محمد منصور راشد الذي جاء ليقدم الواجب لأهل الواجب. تلاوة قرآنية مباركة تكون افتتاحا لهذه الليلة القرآنية العطرة التي تقام لراحلنا الكريم في هذه الأيام الطاهرة. فضيلة القارئ الشيخ هيثم الهامي أدعوه لمنصة التلاوة سائلين من المولى عز وجل أن ينزل عليه فتوحات القرآن الكريم، وأن ينفعنا جميعا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا بسم الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الله يخليك ابو الحاج يا رب الله يخليك الله يخليك يا عم الله يخليك يا باشا اذكر الله وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا
يفتح عليك. ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا
متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم يا رب الله خير. وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلينا خاشعين لله
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن بسم
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من خواتيم سورة آل عمران المدنية ومن فواتح سورة النساء المدنية. تلاها علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ هيثم الهامي الزعيم المعروف المقيم بالسطوحية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. كما أشكر أصحاب الواجب في كل مكان، المعلم حسن أوشا صاحب الواجب في كل مكان وبرفقته العمدة عبد الفتاح عبد المعز عمدة كفر الباشا، الدكتور محمود الشواتفي، الحاج مدحت الشواتفي، والشيخ إبراهيم البقري أصحاب الواجب في كل مكان، والحاج محمد أبو غريب والأستاذ إبراهيم أبو وردة شحاتة والكابتن أحمد الشحات والحاج محمد أبو صقر والشيخ السيد أبو عوض والشيخ إبراهيم البقري والعمدة الحاج عاطف سيف اليزل والكابتن رأفت الشيخ والمهندس محمد منصور راشد والعمدة الحاج عاطف أبو عريف أصحاب الواجب في كل مكان. نشكر الجميع الذين جاءوا يقدموا الواجب لأهل الواجب. كما أشكر صاحب الصوتيات الحديثة الذي نسمعه في جميع أنحاء الجمهورية. كما أشكر صاحب الواجب المهندس محمد منصور راشد الذي جاء يقدم الواجب لأهل الواجب. أشكر صاحب الصوتيات الحديثة بصاحبها المهندس أحمد يحيى فرج المقيم ببهنباي، مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الذهبية الحديثة الرفاعي لجميع المناسبات الدينية تحت إدارة المهندس محمد الرفاعي المقيم بالسطوحية، الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة المتر محمد طه بالسطوحية، مصور الحفلات الدينية ومصور الليلة ونسمعه عبر الإنترنت المهندس محمد أحمد القردي المقيم بمنشية غالي هي شرقية، أسرة الراحل الكريم المرحوم الحاج عبد النور عبد الله الأشقر وباسم الشيخ عبد الله عبد النور عبد الله الأشقر والكابتن سعيد عبد النور عبد الله الأشقر والأستاذ محمد عبد النور عبد الله الأشقر والمرحوم الحاج عبد السميع عبد الله الأشقر عمدة السطوحية سابقا. كما أشكر صاحب الواجب الحاج عبد الباسط الزيات وباسم الحاج فتحي عبد الله الأشقر والأستاذ عبد النبي أبو حسونة والأستاذ السيد ماجد أحمد والأستاذ حمادة محمد الأشقر والحاج مدحت عبد السميع. نشكر الجميع ويشكرون الجميع الذين جاءوا يقدموا الواجب في ليلة تكريم راحلنا الكريم.
سائلين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يشفع فيه حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقيه من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجافي الأرض عن جنبيه. عاش طيب ومات طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، وسعيكم مشكور جميعا.